والآن وصلنا إلى فقرة موقع العربية إنجليزي. تنضم إلينا الزميلة شوناز مكي. اسم سينمائي يا شوناز. شكرا جزيلا. طيب شوناز، رح نبدأ بخبر عن مسجد الشيخ زايد. يبدو أنه أحد المواقع يعني وضعته من بين الأكثر الأماكن السياحية زيارة. صحيح. موقع تريب ادفايزر، وللي ما يعرفش الموقع هو موقع بيقدم خدمات لكل المهتمين بالسفريات، وكمان بيديهم فرصة انه يعرضوا تقييمهم لاماكن سياحية زاروها. انا دائما استخدمه الصراحة، يعني لانه يعتمد على اراء الناس فعلا راحوا الاماكن. وهو اصلا يعني يقدر تعداد زوار هذا الموقع بحوالي 60 مليون زائر شهريا. فخلال الاسبوع الماضي استطاع انه مسجد الشيخ زايد يحصد على 1400 ريفيو، وتم اختياره على انه من اكثر الاماكن السياحيه جذبا للناس، وكان من اكثر الاماكن حتى اللي تكلم عنها زوار الموقع. الخبر الثاني معنا شوناز هو انه بطل فيلم ميسي بغداد الطفل العراقي محمد الزيداوي سيحقق حلمه اخيرا ويلتقي نجم برشلونه. بالضبط كده. زميلتنا دينا الشبيب في الموقع اجرت حوار خاص مع مخرج الفيلم سهيم عمر، وهو اللي قال لها انه احد القنوات الرياضيه الارجنتينيه اخبرته بانه يعني سينظموا مقابله مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونه. هو باختصار الفيلم بيتكلم عن هو 19 دقيقه مده الفيلم. بالضبط كده. هو فيلم قصير يعني يعتبر، واتعرض في مهرجان بلجيكا وحصل على جوائز هناك، وتعرض ايضا في النسخه الاخيره من مهرجان دبي السينمائي، وهيتعرض كمان في مهرجان كان. منكم كنتوا بتكلموا عن المهرجان. هو تمول من 3 جهات حكوميه مثل ما عرفنا، الامارات، هو تمول من العراق، وتمول كمان من امارات ومن بلجيكا. هو فيلم بيحاول يوصل رسالة عن سحر كرة القدم، وأنه الأطفال العراقيين على الرغم من الأوضاع المضطربة سياسيا في العراق لم يؤثر عليهم ذلك، وخلى انه يعني زاد شغفهم بكرة القدم. وهو بطل الفيلم اللي يبلغ من العمر 8 سنوات، ما أثرش عليه ابدا. هو عنده إعاقة تم بتر قدمه بسبب الحرب، وعلى الرغم من كده لم يؤثر ذلك على حبه لكرة القدم وعلى ممارسته للرياضة. شوناز، بس خبر اخير، هل في اخبار عن ردات فعل الطفل انه رح يلتقي نجمه المفضل؟ الحقيقة لانه زميلتنا دينا هي اللي عملت الانترفيو، انا ما عنديش فكرة، بس ممكن في الايام القادمة يكون في متابعة. اسأليها لو بتقبلون ميسي ممكن تعلموني، بس بروح معاكم. كلنا نبقى عايزين نروح، يعني المايك اي شيء. نشوف لو نقدر نروح كلنا. خلاص، شكرا للزميلة شوناز مكي، اكيد ضيفتنا ضيفة صباح العربية من العربية انجليزي. ونذكر انه هذا الخبر خاص، خبر موقع العربية موقع يعني انت نسيتي انا ذكرتكم. يلا بس يصير خير. شكرا يا شوناز. على العموم مشاهدينا، فاصل قصير من بعده نعود لنفتح احد ملفاتنا الطبيه. الم قوي في الراس مع دوار واضطراب في النظر وكثره في النوم، اعراض لا يجب تجاهلها اذ انها قد تكون مؤشرا على وجود مشكله صحيه خطيره.